تقدمت الإدارة الفرنسية بطلب رسمي إلى الجزائر لفتح مجالها الجوي من أجل عبور الطائرات الفرنسية الحربية وقصف شعب النيجر في محاولة لردع قادة الانقلاب في هذا البلد الذي يتقاسم مع الجزائر حدودا أكبر من فرنسا، وهي الخطوة التي تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجزائرية التي تأسست عليها منذ استقلال الجزائر في حال فتحت مجالها الجوي أمام الطيران الحربي الفرنسي. كما أن قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الموجه ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد مشددا بأنه انعكاس لسيادة القرارات الجزائرية دون ضغوط أو إملاءات غربية عكس دول مجاورة للجزائر على غرار المهلكة الصهيونية. في التفاصيل، كشفت الجزائر أنها رفضت طلبا فرنسيا رسميا للسماح لها بعبور الأجواء الجزائرية من أجل تنفيذ هجوم على النيجر، وأبرزت وسائل إعلام جزائرية أن الرد الجزائري على الطلب الفرنسي كان صارما، حيث وجهت فرنسا بعدها طلبا مماثلا إلى النظام المغربي لتستجيب هذه الأخيرة وتوافق على الترخيص للطيران الفرنسي بعبور أجواء المملكة المغربية وقصف النيجر. وقالت الجزائر أن قبول المغرب الطلب الفرنسي ما هو إلا دليل على أنه دولة مستعمرة تخرق باستمرار القانون الدولي وتدعم التدخلات العسكرية في بلد حر ومستقل، وهو ما يستذكره جيدا الشعب النيجيري.